اوقات كتير جدا بيبان علينا من بره ان احنا عايشين حياة طبيعية، لكن كل واحد فينا عنده وجع مدفون جواه، اللي عاش فترة صعبة واللي عنده ذكرى موقفة حياته، واللي صعبت عليه نفسه واللي حب وما تحبش، واللي اتمنى حلم ومعرفش يطول. كل الحاجات اللي بنمر بيها بتخلينا نفكر ان حياتنا هتقف، وفي الوقت ده بيبقى جوانا احساس ان قلبنا هينفجر من كتر الوجع، ومخنا هينفجر من كتر التفكير. في افكار كتير جدا جوانا، وبنحس ان احنا بندور في حلقة من الافكار، وده بيخلي عقلنا مش قادر يهدى، وبنحس بحزن وندم على كل اللي فات. موضوعنا النهاردة عن التفكير الزايد. التفكير الزايد ده بيكون بشكل تلقائي، صعب انك تتخلص منه، بتحس بقلق وخوف من المستقبل، وده ممكن يخليك تكرر الكلام نفسه في كل مرة، وده بيسمى في علم النفس الاكترار او الريومينيشن، اللي هو شكل من اشكال الاستجابة للضغط النفسي. يعني انت في الوقت ده بتركز انك تفكر في كل مرة عن الاسباب والعوائق اللي تعرضت ليها في كل موقف، وده بيخليك اسير للافكار السلبية والمشاكل اللي انت بتمر بيها، ومن هنا بتخاف وتقلق من المستقبل. هنعرف معاكم دلوقتي ايه هي اسباب التفكير الزايد. ليه انا دايما بفكر على طول؟ في حاجات مهمة واساسية بتخليك تفكر كتير، اهمها انك ممكن تكون تعرضت لصدمات كتيرة قوي في حياتك، ومن هنا بتكون تعرضت لضغوط نفسية كتير قوي جواك، اللي بتخليك بتحس بالقلق والتوتر والخوف من المستقبل. وكمان ممكن تكون طبيعتك ان انت اصلا شخص عصبي، يعني بتحط كل حاجة في دماغك الصغيرة والكبيرة، مش بتقدر تتحكم في انفعالاتك. وكمان احنا العنصر النسائي كده مشاعرنا حساسة، بنفكر كتير قوي، بنفكر في الامور التافهة والامور الصعبة جدا. واحب اقولك ان كل المشاعر اللي جواك دي بتأثر عليك نفسيا، بتحس بالتشاؤم، وبتحس ان انت بتفقد الامل ومش بتقدر تتحكم في نفسك، يعني بتفكر بطريقة الابيض واسود، وبتحس كده ان انت انسان ضعيف وبتفكر في كل حاجة وبتحاسب نفسك على كل حاجة. للأسف ان كل الافكار دي اللي بتأثر عليك نفسيا وبتأثر على صحتك ممكن تكون مجرد اوهام، او ممكن تكون حقيقة بس عدت عليها فترة طويلة جدا. ازاي اقدر اقلل من التفكير الزيادة؟ في 9 خطوات لازم تعملها، ودي هتساعدك انك تقلل من التفكير. اول خطوة ان انت لازم تفهم كل الافكار والمخاوف اللي جواك، ولازم تقبلها كمان. تاني خطوة وهي الكتابة، والكتابة دي خطوة مهمة جدا جدا. انا مش عاوزاك تضحك على فكرة انك بتسمع ان انا بقول كده، لا، انت لو مسكت الورقة والقلم ومجرد ان انت خرجت كل اللي جواك بالورقة والقلم، مش شرط تكتب، ممكن تشخبط، ممكن ترسم، ده كله ده هيخرج كل القلق ومشاعر الخوف اللي جواك في الورقة والقلم. تالت خطوة وهي لازم تهتم بصحتك الجسدية والنفسية. زي ما انا قلت قبل كده في حلقاتي، انت طول ما انت بتهتم بصحتك النفسية وتبعد عن اي حاجة ممكن تأذيك وتتحكم في انفعالاتك وتصرفاتك، هتقدر تتحكم في صحتك الجسدية. رابع خطوة ودي مهمة جدا، جرب تمرين الاسترخاء والتأمل. وهنا انا ممكن اساعدك ان انت ممكن تاخد نفس عميق وتخرجه بكل هدوء. انت كإنسان عصبي بتحس ان ضربات قلبك سريعة، انت لما تعمل الخطوة دي هيقلل من ضربات القلب، هتحافظ على صحتك، هتحافظ على قلبك، هتقدر تسيطر على انفعالاتك قبل ما توصل لمرحلة الانهيار العصبي. خامس خطوة، اشغل نفسك بأي حاجة حواليك، يعني لازم تخرج من العالم الداخلي اللي جواك للعالم الخارجي. في مقولة حلوة جدا جدا وخليها في حياتك. المقولة دي بتقول: لا تيأس على ما فات، بل اجتهد على ما هو آتي. يعني انت ما تحاولش تقدر تحاسب نفسك على كل حاجة حصلت في حياتك، لا، انت فكر في المستقبل انت ممكن تعمل ايه. سادس خطوة، لما تيجي تفكر لازم تحدد اهدافك وتركز على اولوياتك، وتحدد الافكار العشوائية وتتخلص منها وتحافظ على تركيزك. سابع خطوة، انت لازم تتكلم مع اي حد بتثق فيه، علشان الدعم الاجتماعي في الوقت ده مهم جدا. ولو انت مش بتثق في اي حد، ممكن تتكلم مع اي شخص حكيم عنده خبرة في الحياة، والشخص الناجح هو اكتر واحد حكيم، لانه تعرض لمشاكل وضغوطات في الحياة علشان يقدر ينجح.
تامن خطوة، خليك رؤوف بنفسك. يعني بلاش تحاسب نفسك على كل اللي فات، بلاش تحس بالذنب وتقلل من قيمة نفسك. تاسع خطوة والأخيرة، لازم تعترف بنجاحك وتحس بالسعادة والفخر، علشان ببساطة نفسك ليها حق عليك. على بلاطة ومن الآخر كده أحب أقولك إن تفكيرك الزايد وتكرارك للكلام نفسه في كل مرة لنفس الموضوع وشعورك بالقلق والاكتئاب والخوف من المستقبل، ده هيأثر على صحتك النفسية وعلى صحتك الجسدية. خليك واثق في ربنا سبحانه وتعالى، ولازم تعرف إن الدنيا عبارة عن مراحل ولازم تعديها. اتأمل في كل حاجة حواليك، وكفاية تعرف إن أنت إنسان مش مؤذي، كفاية إن ضميرك بيكون مرتاح ومطمن رغم كل الضيق والألم اللي أنت ممكن تكون حاسس بيه. وفي النهاية أعرف إن كل حاجة في الدنيا مش بتساوي أي حاجة قدام صحتك. للأسف ميعاد حلقتنا انتهى، إن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة من حلقات على بلاطة.